نفس التوقيت اللي بلد المليون ونص شهيد رفع فيه صورة تانية خالص حقيقة غير اللي بيقولوا سيادة المخلي قصدي المحلل لملك السعودية سلمان. ماتش بيتلعب مدرج الدرجة الثالثة، انت عارف اللي بيتعمل الدخلة في الملاعب كده، فعملت الدخلة صورة نصها سلمان والنص الآخر ترامب. قال لك عملتين وجهين لعملة واحدة. وجهين لعملة واحدة. صورة سلمان وترامب، يعني بص الوش مقسوم نصين حقيقة. والراجل المحلل الأولاني الشهري ما كدبش، قال لك ده الغرب هو اللي بيختار، والجمهور الجزائري عرف الغرب بيختار ايه والوضع عامل ايه. الصورة دي عملت أزمة كبيرة وخلت السعودية تحتج رسميا على هذه الصورة زي ما بيقول موقع روسيا اليوم. السعودية تعتزم الرد على إهانة الملك سلمان من قبل مشجعين في الجزائر بالصور. حقيقة يعني هي الصدفة اللي جمعت انه اللي بيقود المليار ونص في بلد المليون ونص شهيد. حقيقة النهاردة عملوا الحكاية دي. سبحان الله، قال لك بيقود مليار ونص. السعودية اعلنت غضبها رغم ان الشيخ السديس امام الحرس المكي كان لسه قايل من 3 شهور بس ان امريكا والسعودية هم قطبي العالم وبيقودوه الان. فالجمهور الجزائري استنتج الحقيقة دي من كلام السديس حقيقة، وكثير من المشاهد اللي في الفترة الأخيرة خصوصا بعد قرار القدس الناس بدأت تشوف. اسمع السديس كده. مجددا إلى وقائع مؤتمر منظمة العالم الإسلامي المنعقد حاليا في نيويورك مع أهمية التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وغيره، ولا سيما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الظروف التي تحتاج الإنسانية كلها والبشرية جمعاء إلى إحقاق الأمن والسلم الدوليين وإلى مكافحة الإرهاب والتطرف. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام. ننتقل مجددا، هننتقل إن شاء الله كلنا مجددا. الحقيقة أعتقد أن حضرتك من واقع يعني متابعتنا اللي بتشرفنا بيها فترات طويلة قدرنا ازاي نخليك تصطاد، تعرف تصطاد المانفيستو او التعليمات اللي بتكون متعممة من الجهات الأمنية الناس تقرر تقول ايه. فواضح ان الجمل دي بتكرر بعمد وبإصرار وبتعليمات واضحة من الأجهزة الأمنية، وكله بينفذ التعليمات من أول إمام الحرم لحد الشهري. تخيل انت الطابور عامل ازاي من أول إمام الحرم لحد الشهري.